موقع خاص بأحد المطاعم الشهيرة على شارع حراء، تم استغلاله للتحضير والتخزين بالإضافة للحوم مجهولة المصدر. هذا الموقع المخصص للتجهيز وتقطيع اللحوم في الموقع المغلق. عمل خلطات بطريقة عشوائية، بحطها داخل براميل بلاستيك. أيضا وجود مواد غذائية دون تواريخ صلاحية، كميات كبيرة من اللحوم والشحوم مجهولة المصدر. هنا لحوم مستخدمة ومعاد حفظها داخل الموقع لاستخدامها مرة أخرى، وطريقة حفظ في أكياس نفايات. أدوات تقطيع غير صالحة نهائيا وفاسدة، طماطم فاسدة مستخدمة داخل الموقع. طبعا هذا مستودع عشوائي، وكما هو ظاهر تخزين المنظفات بجوار المواد الغذائية.